السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير ونلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. اليوم البنات جيتكم بواحد الفيديو جديد. سمحوا لي بقيت تعطلت عليكم، بقيت كنحط فيديوهات بزاف. المهم غير مع الخدمه وهذاك الشيء علاش بقيت كنحط بزاف. المهم البنات اليوم صيبت واحد المقيله ديال الحوت. صراحه جات ما نعاودش لكم، صراحه جات غزاله لذيذه بزاف. قلت نشارك معكم الطريقة ونشارك معكم الغدا ديالنا. بديت لكم الفيديو بهاد الفيديو كنت خرجت البارح في العشية. كما كتشوفوا البنات هنايا عندي الحوت مقطع، عندي تقريبا هنا واحد الحوت ونص. الحوت راه كبير البنات. هنايا عندي دروس ديال الثومه، غادي نحك الثومه. نتوما غتعملوا الثومه القياس اللي بغيتو. عندي هنايا غادي ندير معاه الخضره، غندير البطاطا اللي مقطعها دوائر ومطيشه والجزر. المهم نتوما ديروا الخضر اللي بغيتو. انا قلت هنايا ندير الخضيره اللي عندي. خديت هنايا غنصايب الشرميله اللي غادي ندير الحوت، وغادي ندير حتى الخضره. عندي هنايا الثومه اللي حكيتها 4 ديال الدروس ديال الثومه. انا بصراحه الحوت كيعجبني نكثر فيه الثومه. وغادي ندير هنايا عصير ديال الحامض اللي صفيتو باش نحيد منه داك العظام. وغادي ندير العطريه. والعطريه راكم عارفين البنات الشرميله ديال الحوت. غادي ندير القزبر ومعدنوس والملحه الابزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال التحميره، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون. صافي كنخلطو داكشي مزيان شويه ديال الزيت، وكنخلطو داكشي مزيان وكنشرمل فيه الحوت. كنحطو على جنب ومن بعد كنحط فيه ديك الخضره كامله كنشرملها حتى هي، وكنستفها في سميتو في اللاط اللي غادي ندير في الطويجين اولا في المقله. انا عندي واحد المقله كبيره بالغطا ديالها هي فاش غادي نديرو. صافي وغادي نست فيها ديك الخضريه الاولى، عاد نحط فوقها ديك الحوت اللي عندنا. وغادي ندير واحد المزيودات ديال الفلفله والطريفات ديال الحامض من الفوق. صافي وغادي نغطي عليه ونخليه حتى يطيب. ما درتش فيها البنات لا ما لا والو، غير هذاك التشرميله اللي بقات ليا زدت عليه شويه غير خلطت به داكشي اللي بقى في داك فاش خلطت. صافي وكبيتو عليها. المهم صافي هادشي اللي كاين. خليكم مع الفيديو حتى الاخير. ما تنساوش ديروا لي ابوني او سبسكرايب، فعلوا الزر ديال الجرس باش يوصلكم كل جديد. بارطاجيو لي فيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم، خليو لي الراي ديالكم في التعاليق، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. المهم كملوا الفيديو حتى الاخير.
كما كتشوفوا البنات من بعد ما حطيت داك الخضره والحوت ديالنا فوق ديك اللاطه او ديك المقيله. شللت هذيك العطريه اللي بقات وعقب ضفتها تما تقريبا واحد ربع كاس ديال الماء او اقل. درت هنايا واحد المزيود ديال الفلفله ودرت واحد دويره ديال الحامض، كيبقاو اختياريين ولكن كيعطيو واحد البنه زوينه. صافي كنغطي عليها وكنحطها فوق النار حتى كطيب لينا على خاطرها، وكنقدموها. انايا حنا تغدينا به، المهم كيجي لذيذ. انايا راه قريب يطيب البنات، كنتسنى غير في ديك المريقه ديالو باش تختار شويه. حيت الخضره كتطلق الماء كما كتشوفوا كيجي ديك المريقه ديالو مديغمره وكتجي لذيذه الصراحه وكتجي زوينه. حيت هاد الحوت اصلا هو كيكون شويه بحال ناشف، من الاحسن ندير ليه بحال هكا باش ما ينشفش لينا، يزيد ينشف. صافي البنات كنقدمو بحال هكا، كيجي غزال كيجي لذيذ. انا صافي راه طاب، بغيت نطفي عليه كما كتشوفوا. صراحه جا لذيذ بزاف، طريقه سهله وفيها الخضره وفيها الحوت، يعني اكله متكامله. كنتمنى يعجبكم ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لي ابوني او سبسكرايب، فعلوا الزر ديال الجرس، بارطاجيو لي فيديو القناه ديالي مع العائله والاهل والاصدقاء ديالكم باش نكبروا العائله ديالنا. وهادشي اللي كاين البنات، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. كنقول لكم السلام عليكم وخليت لكم الراحه والى اللقاء.